ناخد مجموعة الأخبار اللي معانا سريعا من الصحف اللي موجودة عشان الوقت ما ياخدناش. كمان هناخد تعليقات حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج صفحة الرياضة. هبدأ من الجمهورية. شادي الجيلاني كاتب 75,000 يورو شرط الجبلية لخوض مباراة جورجيا. وياسر الشرقاوي كاتب انذار أحمر للجبلية، الأهلي يحذر مجلس علام من تفويت فرصة الطعن على مجزرة بورسعيد. أبو تريكة ضيف شرف تدريبات الأهلي والجهاز سعيد بمستوى وليد. ايضا عمرو الفار اسكندريه كاتب في الجمهوريه السادات الدوري سيعود. طبعا دكتور عفت السادات رئيس الاتحاد وينتظروا الاتحاد الجديد. اسماعيليه محمد عطيه كاتب على مسؤوليه ابو السعود الدراويش في الوقفه الاحتجاجيه لعوده الدوري غدا. على فكره عرفت كمان لاعبي الانتاج الحربي وعدد من الانديه هتبقى موجوده. اما ما قال الاستاذ محمد عزبي فبيقول الفكه لا تكفي، ده في الجمهوريه. حضرتك هتعلق لي على الاخبار دي بعد اذنك، بس يعني هناخدها سريعا عشان الوقت. في اليوم السابع في صفحه رياضه اليوم السابع، كمال محمود واحمد توفيق كاتبين فييرا سأرحل عن الزمالك رسميا اذا لم يعد الدوري 4 نوفمبر. ده حدد الميعاد كمان 4 نوفمبر اللي هو يوم اعلان نتيجه حكم المحكمه. حكم اختبار طبي للصقر اليوم وسعاده في الجهاز من مستوى حسن وبركات والبحث عن وديه جديد الاربعاء. على فكره احمد حسن من الناس الموجوده والداعين لوقفه يوم الاحد. طبعا. في مرزوق يدخل ترشيحات الجبلية لمنصب المدير التنفيذي. مازن مرزوق عضو لجنة المسابقات السابق مرشح لهذا المنصب، واعتذار عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الاسبق او السابق واشرف صبحي رئيس هيئة استاد القاهرة عن تولي هذا المنصب. كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب. هيثم عيوس كاتب بيقول انه بيضع خارطة طريق الفراعنة الصغار لأمم أفريقيا. أما الأستاذ عصام شلتوت المشرف أو مدير القسم الرياضي رئيس قسم الرياضي في اليوم السابع بيقول من يحمي مصارعة المحترفين. بيتكلم عن المباريات المقامة لمدة 3 أيام في استاد القاهرة فيها نجوم أجانب، ده من الغريب. إيه يعني وقت ما يريد الناس فوق تأمين يتم التأمين، يعني حاجة زي كده وهيتم تأمينها، بس ده عشان بيزنس مش هيجيب حاجة. جلسه بين فريد وبرادلي لتحديد مصير الجهاز المعاون. ده برادلي ده في التحرير. جريده التحرير برادلي وافق على الصلح ومع زيدان بعد جلسه ابو ظبي. عبد الحميد شربين وعبد المجيد دعبس واحمد الضيف كاتبين بيقولوا المنتخب الوطني يواجه جورجيا 14 نوفمبر وغياب لاعبي الاهلي ومحترفين سبب الغاء الوديه الثانيه. مرتضى منصور ده وفقا لبهاء الدرملي في التحرير بيعلن ترشحه رسميا لرئاسة الزمالك. إذا هي الحرب يا رجال. نعم. الرئيس الأسبق اتهم جاسر بتخريب النادي ويطالب بإبعاده ويستعد لكشف المستور بزمن الضلال. أما عبد الحميد شربين وأحمد عبد الحميد في التحرير برضو كاتبين بيقولوا برشلونة يسعى لمواصلة اتصالاته على حساب دوبرتيفو في مباراته القادمة. عايز تبدأ منين؟ تعلق. ابدا من ابو لهب. ابو لهب في الفيلم اللي هو الفيلم اللي احنا عارفين التاريخي بتاع قريش لما قال له دي اعطيه سره من الدنانير. يعني حاجه غريبه قوي. يعني انا مش عايز برضو ارجع هتكلم من الاخر على الاول، يعني لو سمحت لي. طبعا يعني المنتخب المصري بيطلب 75,000 يورو لجورجيا. امبارح قلنا في خبر الدولار طلعت النهارده يورو. يعني يورو دولار من الشركه الراعيه يا فندم اللي هي هتنظم المباراه المفروض. المفروض. وعلى فكره في الشركه الراعيه كمان اللي هي السابقه للجبليه كانت عامله مشاكل كتير جدا. صحيح. يعني بوظه كل المباريات الوديه، بيكسبوا هم مش عارف ايه، واللي في الاخر الاتحاد ما بياخدش حاجه. وكل المباريات اللي لو حضرتك تفتكر كلها باظت. حتى لما نظم للزمالك بوظ مباريات الزمالك. لما نظم يعني الشركه الراعيه لاتحاد الكوره فعلا انا اعتقد اللي جانبهم الصواب وهم على حق. وكان بيحصل اللي بيجي علينا غرامات، اعاده مناقصه بيحصل علينا غرامات بالثمن اللي احنا بناخده في بالظبط كده. اعاده مناقصه جديده لحق الجبلايه، رعايه الجبلايه. انا مع القرار ده 100%، لان احنا لازم نغير بقى الناس، نخلي الناس اللي تشتغل، الناس اللي هي عندها الرغبه والقدره اللي هي تخدم البلد. مش اللي هم يعني ايه، مش هقول يسرقوا البلد، اللي هم يستفيدوا. ما كل الناس هتستفيد لكن بشكل معين. سمعة مصر أهم من أي شيء، أهم من أي، يعني مصر للمصريين مش لشخص واحد. فبالتالي أنا شايف إن الحق الرعاية ده اللي هو إعادة اللي هي الشركة الراعية أو مناقصة جديدة، أنا شايف القرار ده لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام أول قرار يعمله صح. نقطة فنية